بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بيان هيئة العلماء الأحرار رقم 3. اجتمع أعضاء هيئة العلماء الأحرار بتاريخ 23 شباط 2012 ميلادي، ومن خلال بحثهم في الأوضاع الراهنة ودراستهم لواقع الحال الذي تمر به الجمهورية العربية السورية توافقوا على البنود التالية: أولاً، دعوة النظام السوري برئاسة بشار الأسد إلى التخلي عن السلطة باعتبارها مفتاح الحل للمشكلة الراهنة. ثانياً، دعوة الشعب السوري إلى التكاتف والتعاون أكثر في مواجهة الأعمال الإجرامية التي يقوم بها النظام عن طريق إضراب نصرة حمص العاصمة، وعن طريق حملات الإغاثة الإنسانية للمناطق المتضررة، ودعوة الشعب السوري إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور المزمع إجراؤه في 26 من شباط 2012، لأنه دستور غير شرعي صادر عن سلطة فقدت شرعيتها المستمدة من الشعب. ثالثاً، دعوة المجلس الوطني السوري إلى العمل الجاد والواقعي والحقيقي باعتباره ممثلاً شرعياً لأكثر قوى المعارضة في الداخل السوري. رابعاً، دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى الإشراف على حملة إغاثية للشعب السوري، حملة جهد المقل تقوم بها الدول الإسلامية والصديقة، وتبحث المنظمة بالتعاون مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية في سبل إيصالها إلى مستحقيها في المحافظات السورية المتضررة. خامساً، دعوة المجتمع الدولي إلى نصرة الشعب السوري بالعمل العاجل والفوري على إيقاف العنف باستخدام كافة السبل المتاحة والممكنة، وعدم تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته التاريخية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب السوري بحجج أو ذرائع مختلفة. سادساً، دعوة أصدقاء سوريا المزمع اجتماعهم في تونس إلى بحث سبل الدعم السريع للشعب السوري إنسانياً، وسبل الدعم السريع للجيش السوري الحر فنياً وعسكرياً وميدانياً. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاشت سوريا حرة أبية، النصر لقضيتنا وثورتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.